كادوا من فرط الجمال فرط الجمال أذوب. تحية للحاج بص في البيتزا عامل ازاي. اهلا بكم في مقارنة احسن بيتزا سي رانش، والاول مرة مطعم بيتزا بوب، واللوجو ده بيفكرني بواحد صاحبي، ونسمي الله، واللي بعديه بريموس بيتزا وبابا جونز، وحاطط علامه فلسطين اهو. انا مش فاهم هو مقاطعه ولا لا، بس كل الناس قالت لي ان هو طالما حاطط علامه فلسطين يبقى هو لا، الراجل ده تبعنا مش تبع الاعداء. وبيتزا دهب ده جاري في شيراتون، وهحكي لكم قصه للراجل دوت، وده مش اعلان لحد، بامانه الله. نسمي الله ونبتدي بالبوب. بيتزا بوب البيتزايه ب 485 جنيه و120 توصيل، يعني واقف عليك ب 600 جنيه البيتزايه. تعال نشوف بيتزا بوب والمنظر ايه. ده مطروخ، اول مره. ايه الهزار ده؟ بوب عريبي بيه حاطط لنا سلمون، بطارخ، كريماري او صبيت، لا ده كريماري بلدي ايه ده؟ ايه الهزار ده؟ ايه المنظر ده؟ فين صوص الرانش بقى؟ صوص الرانش جاي بره. تعال نسمي الله ونعمل ديبنج ونسمي الله ونبتدي. اول مره اكل بيتزا فيها بطروخ سمك. انت شايف المنظر؟ 600 جنيه بس. ايه بطروخ بص البطروخ في البيتزا عامل ازاي من اول قطمه. ايه ده؟ انت بتاكل سي فود قوي جدا. انا راجل بتاع سي فود زي معربي بتاع سي فود وقوي، وعامل بيتزا شكلها جامد قوي قوي، والطعم اول قطمه تبسطك. انا واثق ان انا بقول لك ان انا عارف انا بقول ايه، مش بقول اي كلام وخلاص. تعال ننزل في الرانش كده. صوص رانش عالمي، مكونات غنيه قوي، سي فود حقيقي، مش طعمه خلاص. بس في حاجه. ايه ده؟ ده روزماري باين. بصراحه انا شايفها غالي قوي، لكن لما دقت الخامات دي نضيف قوي. بص تعالى عشان هتلاقي بص الفرق ده ما بينه وبين الاصناف التانيه. شايف لون الجمبريه؟ حط تحتها 100 خط عشان هوريك دلوقتي كذا لون تاني. ده كريمال البلدي. الحلقات الكبيره دي بتبقى مستورده. بقول لك ايه، عارف عريبي يتقال له ايه؟ كادوا من فرط الجمال فرط الجمال أذوب. تحية للحاج عريبي، وتحية لبيتزا بوب. خش على اللي بعده. وفرق شاسع، لان دي ب 280 جنيه من بيتزا دهب اللي في شيراتون جنبنا، وجارنا اولى بالشفعه يعني. لا يا نهار ابيض، ده ايه ده؟ ده بتنز. ده بص هنا ده كوليسترول، يوديك الكوليسترول في السما من الجبن اللي ساعة. ايه ده؟ كوليسترول فين يا باشا؟ ايه بص دوس من الاطراف هتلاقي كوليسترول، صح؟ كوليسترول قوي. تعال نسمي الله. الجمبري اهو. شفتوا اللون ده مختلف عن اللون التاني، صح؟ اكلها بالمشبك ده ولا ايه؟ تعال نسمي الله. وايه ايه وده الكريماري التاني، وفي تونه اهي والزيتون. واخدين بالكم اللي انا بقوله؟ تعال ناخد قطمه من الناحيه دي. طب ايه الكلام؟ هي حلوه قوي، طعمها محترم قوي، صوص الرانش محترم بس خفيف شويه، ولكن في حاجه انا عايز يغيروها. شايف في نص البيتزا كده هتحس ان فيها ميه كده كتير، هتحس فيها ميه، صح؟ هل دي ميه السي فود؟ ميه ايه؟ لكن هي طعمها حلو مسكر، ولكن عايز تنشف شويه. لكن العجينه من تحت مستويه، يعني بصوا عشان ما اظلمهمش الصراحه، العجينه من تحت مستويه وباينه قدامك، صح؟ والسي فود كله مستوي وطعمه حلو، بس مش عارف ليه الصوص الكتير ده، يعني مع الخضار تقريبا والطماطم والفلفل الالوان لما بيتعصروا مع النار بينزل صوص منهم. ولكن الصراحه حلوه قوي 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 كطعم، انا محترم وخامات نضيفه. بيتزا دهب ده في شيراتون. ونخش على اللي بعده. بريموز البيتزا واقفه علينا ب 316 جنيه بالتوصيل. وشبه بتاعت بيتزا دهب بالظبط، يعني الوحيد اللي لا شبه ولا شكل هو البوب. بيتزا البوب عليها بطارخ وسلمون قطع، عشان كده وصلت ل 600 جنيه. عاملين كاتشب باسمهم، وعاملين حتى البتاع دي عاملينها باسمهم. ما علينا، ده مش قصتنا. ولكن تعالى يا صديقي قرب. نفس فكره الميه اهي، بص شايف؟ او ده زيت ولا ايه؟ شايف
عارف اللي بيطلع اللي انا ما بدوس كده، واخد بالك من هنا بالذات؟ فاهم الحوار اللي انا بقوله؟ مستوعبين يا جماعه ولا الكوليسترول في السماء؟ ده بيتزا زي دي تعلي الكوليسترول جدا. ويقولوا ان بريموز يعني مميز جدا في السيرانش. من ورا انا ما شفتهاش مستويه كويس. مستويه كويس ماشي. ولكن حاسس ان الطبقه هنا اعلى كعجين، صح؟ طبقه العجين اعلى شويه عن اللي فاتوا. وهنا في كابوريا اللي هي البرتقاني اللي هي القطع دي، ودي مش كابوريا، دي حاجه بطعم الكابوريا المفروض، بس المطاعم اللي ملهاش في السي فود يعني فاكراها ان هي كابوريا. باينه قوي من جوه، بص تعالى كده، شايف دي مش كابوريا، دي حاجه بتتعمل بطعم الكابوريا بتبقى في السوبر ماركت. طعمها حلو قوي 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 قوي، ولكن حاسس ان طبقه العجينه كبيره شويه. انا كل ده كنتش لابس جلافز، هرجع البس جلافز واكمل. واخيرا بابا جونز ب 415 جنيه ونسمي الله. ولكن يا جماعه بجد بامانه الله وحياه النعمه اللي احنا بناكلها دي، انا ما اعرفش هو ايه، مقاطعه ولا مش مقاطعه، ولكن قالوا لي حاطط علامه فلسطين، يبقى اكيد هو لو هو يعني مش هيخاف مش هيحط علامه فلسطين. فهم انا اعرف ان هو ده تبعنا يعني، لان هو بالطبيعه هو حاطط علامه فلسطين، الا لو هم بنيه يشتغلونا بقى. يا خرابي على المنظر، ايه الجمال ده، لوحه فنيه لوحه فنيه لوحه فنيه. وحاطط لي صوص رانش، بفتحه ازاي بقى؟ محتاج حد بتاع ضوافر. افتح انت كركوره ومديني قرن فلفل. فاكرين مين اللي طلع بالقرنين فلفل؟ الله يسامحه مطرح ما هو قاعد. تعال نسمي الله، مالناش دعوه بحد. ومنظر الجمبريه هنا حلوه بردك، صح؟ انا بس دي سي فود ولا جمبري؟ بس دي جمبري بس في السي فود، يعني مفيش اي حاجه غير الجمبري هي انا شايفه. تعال نسمي الله ونبتدي. بص منظرها من ورا اصلا جميل قوي، صح؟ منظر عجينه حلوه قوي. اديها صوص رانش زياده. عجينه تحفه قوي، خامه نضيفه قوي، صوص حلو قوي. بس انا طالبها سي رانش، ده جمبري رانش، ده جمبري بس مفيش ولا حاجه سي فود خالص غير الجمبري. بصوا بامانه الله ما انحاز لحد، ولا عشان ده جاري، ولا عشان ده راجل احنا بنحبه اللي هو عريبي، ولا كده ولا كده ولا اي حاجه. بامانه الله لو بتحب طعم السي فود نفسه القوي، روح هنا هتتبسط قوي، لان مفيش حد يعمل لك بطارخ وسلمون وكاليماري وجمبري نضيف. بس غاليه شويه الصراحه ب 600 جنيه، ولكن على الخامات بتاعتها هو ده ثمنها. بيتزا دهب عجينه اكبر شويه وقريبه قوي اللي هي بتاعت بريموس بيتزا، يعني الاثنين دول شبه بعض قوي. دي الفرافيري، عارف الفرافيري؟ دي الفرافيري كانوا معك هاني فود. اتمنى اكون اني فعلا قلت حاجه عادله بما يرضي الله. في الاخر ده راي شخصي، اختار اللي انت عايزه، انا وريتهم لك اللي تعجبك انت بعينك بنظرك كده، حسيت ان هي دي حلوه اطلب اللي انت عايزه. هدف المقارنه في الاخر ان افيدك انت، مش ان انا اعمل دعايه لحد نهائي. انا بجيب من كل واحد وانتوا تشوفوا وانتوا اللي اختاروا، ما تعتمدوش كلامي، اعتمد انت بنظرك كده اللي انت شايف ان دي احلاهم. كان معكم هاني فود، ملك السي فود، بيعمل مقارنه سي فود. سلام.